القصيدة في أسلوب صوفي مهدوي رمزي، تصور عطش الناس في زمن الجفاف الروحي، وتظهر محلول الإرواء كرمز للرؤية والعلم الرباني والنور الذي يسقي القلوب من يد الغيب. قصيدة: محلول الإرواء. يا أيها السائل العطشان من فلك أضناه صمت المدى والوجد القلق، تأتيك من سحب الرؤيا مواثقها، كأنها الغيث يجري الروح والأفق الناس فت، وما في الأرض من شرف إلا بقايا نبوءات بهار مقه مكلف آدم في متاهته، ويطلب الماء والآبار من بثقوا فيا منادي الهدى، صح في جموعهم. محلول إروائكم. رؤيا بها الطرق، رؤيا تعيد إلى الأرواح عافية، إذا غدت في فلاة التيه تختنق هي السماء إذا نادت محبتها، وسال في القلب نبع بعدما صدق، وفي كل رؤيا سقاء لا يضاهيه ماء الفرات، ولا كوثر له طرق تسقي العقول إذا ذابت حماستها، وتخمد الفتنة العمياء إن فلقوا وتنبت الصبر في أرواح سالكها، حتى يرى الحق جها فيه يتفق. يا ربي هبنا محاليل الرؤى كرما، تسري كأن بها في اللطف ملتحقك. القصيدة في أسلوب صوفي مهدوي رمزي، تصور عطش الناس في زمن الجفاف الروحي، وتظهر محلول الإرواء كرمز للرؤية والعلم الرباني والنور الذي يسقي القلوب من يد الغيب. قصيدة: محلول الإرواء. يا أيها السائل العطشان من فلك أضناه صمت المدى والوجد القلق، تأتيك من سحب الرؤيا مواثقها، كأنها الغيث يجري الروح والأفق الناس فت، وما في الأرض من شرف إلا بقايا نبوءات بهار مقه مكلف آدم في متاهته، ويطلب الماء والآبار من بثقوا فيا منادي الهدى، صح في جموعهم. محلول إروائكم. رؤيا بها الطرق، رؤيا تعيد إلى الأرواح عافية، إذا غدت في فلاة التيه تختنق هي السماء إذا نادت محبتها، وسال في القلب نبع بعدما صدق، وفي كل رؤيا سقاء لا يضاهيه ماء الفرات، ولا كوثر له طرق تسقي العقول إذا ذابت حماستها، وتخمد الفتنة العمياء إن فلقوا وتنبت الصبر في أرواح سالكها، حتى يرى الحق جها فيه يتفق. يا ربي هبنا محاليل الرؤى كرما، تسري كأن بها في اللطف ملتحقك.